صباح الخير يا مدرستي. تشرق الشمس على مدرسة يزيد بن أبي سفيان، ويصل المعلم أحمد بحماس كبير إنه يحب الصباح لأنه بداية يوم جديد مليء بالتعلم والمغامرات. أول شيء يفعله أحمد عند وصوله هو إخراج هاتفه وفتح تطبيق حضوري. إنها خطوته الأولى في كل صباح ليعلن عن استعداده لبدء اليوم. بلمسة واحدة يسجل أحمد حضوره، تظهر علامة صح خضراء على الشاشة، ويشعر بالجاهزية التامة. هيا بنا، يقول لنفسه. يتوجه المعلم أحمد إلى ساحة المدرسة، حيث يصطف الطلاب في صفوف منظمة مليئين بالنشاط والحيوية. يقف أحمد في صف المعلمين، وينظر إلى الأمام حيث يقف المدير فهد، مستعداً لبدء الاصطفاف الصباحي. تسود الساحة حالة من الصمت، ثم تبدأ أصوات الطلاب في ترديد النشيد الوطني السعودي بفخر وحماس. يرى أحمد أحد طلابه، عمر، وهو ينشد النشيد بصوت عال ومليء بالفخر. يبتسم أحمد، ففخر طلابه هو فخره. بعد النشيد، يلقي المدير فهد كلمة قصيرة عن أهمية العمل الجاد والاحترام. يستمع الطلاب باهتمام كبير. ينتهي الاصطفاف، ويسير أحمد مع طلابه نحو الفصل الدراسي، يشعر بفرح كبير وهدف نبيل. داخل الفصل، يجلس الطلاب في مقاعدهم مستعدين للتعلم. يفتح أحمد كتابه ويقول: هيا بنا نبدأ يومنا الرائع.